تعرفون الجذور شلون تبدأ وتنتهي إلى هذه المآسي التي الآن تعيشونها. لابد يومين سمعتم مولانا بعد قضية سبايكر في العراق مولانا، اللي المعسكر اللي قتل فيه ذبح 1700 جندي. هاليوم مولانا المعسكر الثاني ما أدري بارحة سمعتوا ولا مولانا الأخبار 800 جندي آخر أيضا ذبحوا مولانا، قربة إلى الله مولانا، كالنعاج يذبحونهم ويتقربون إلى الله بقتله. خلص انتهت القضية. هذه أساسها وين؟ يقول لنا هذول أصحاب شنو؟ الآن لو تسأل ليش هذول مو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أمامك ده يصيح لا إله إلا الله الله أكبر والله أنا مسلم، يقول أصحاب شنو هذول؟ أصحاب بدعة. أصحاب بدعة. البدعة منو أسس لها؟ منو أسس لها؟ أعطى لها مفهوم. منو؟ من أعطى هذا المفهوم؟ الطبري مولانا، وإحنا ماشيين إلى يومنا عليه. ولهذا التفت جيدا للعبارة، قال أما المعنى الذي رسخه الفكر السني وقد مثله الطبري بتعريفه السنة بأنها المثال المتبع والإمام المؤتم به، انظر تفسير الطبري كذا وانظر كذا انظر كذا إلى آخره. وقد نشأ عن ذلك مفهوم مقابل هو البدعة، والبدعة ضد ماذا؟ ضد السنة. فكل أمر من أمور الدين تقدمت به سنة، يعني شنو تقدمت به سنة؟ يعني فعل للنبي، فعل للإمام، فعل للصحابي، فهو ماذا؟ فهو يحتذى به ويؤتم به. وما لم يتقدم به ذلك فهو ماذا؟ فهو بدعة. خلص انتهت القضية أصل. ولهذا تجدون الآن الواقع الخارجي هالشكل.